زهقتوا من المحمر والمشمر ودلوقتي اكيد ريقك بيجري على سندوتشين كبده وسجق. بس ايه حدوته، انا حابب اقول لكم ان سو جود عامل الكبده اسكندراني متبل على طول، وكل اللي عليك تقطع شويه فلفل اخضر حامي، طاسه على النار فيها شويه زيت، ونبدا نشوح الكبده بالظبط 5 6 دقايق. الكبده بتاعتك هتكون جاهزه، نبدا نحط الفلفل الحامي وتقليبه حلوه، وكده الكبده بتاعتنا جاهزه. انا عايز اقول لكم ان انتم ممكن تعملوا الفطار ده كله قبلها ب 10 دقايق. نيجي للسجق من سو جود، ودي شركه مصريه 100%. هنبدا نقطع السجق مكعبات مع بصل وطماطم وفلفل، ونطلع بكل ده طاسه على النار فيها شويه زيت، ونبدا نشوح البصل. بعد كده ننزل بالسجق واحده واحده وعلى الهاديه زبادي، والله حدوته مدلعكم. ونبدا نحط الفلفل، بعد كده الطماطم، وطبعا باين ان الفطار ما خدش معانا 10 دقائق، مع فصين من الثوم والتوابل، كمون وملح وشويه فلفل اسود وكزبره ناشفه، وكل التوابل دي للخضار. السجق كده كده متبل. وخد التاتش ده مني، معلقه صغيره من دبس الرمان وميكس راق من اللي قلبك يحبه، وهاتوا صاج من الفينو. الاكله دي محتاجه صاج، مش محتاجه رغيفين ثلاثه. وابدا قطع واعمل سندوتشات كانك على عربيه كبده وسجق. مع كل سندوتش كبده تعصر ليمون وتاكل وتدعي لي. واعمل سيف للحلقه دي، وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.